أول ما بدأ الإسلام بدأ ضعيفا مضطهدا أفرادا، فنهاهم الله عن القتال وأمرهم الله عز وجل بالصبر حتى يأتي الله بأمره، فاعفوا واصفحوا، بالعفو والصبر هكذا حتى يأتي الله بأمره. فلما هاجر النبي بعد بلاء شديد في مكة وأذى كبير، وتجمع المسلمون من هنا وهناك حوله، أذن الله له بقتال من يقاتله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أول إذن أن من قاتلك قاتله، وإن كففت فخير، وإن قاتلت فخير، والله ناصره. فلما بدأ البأس والقوة أمرهم الله أن من قاتلهم يقاتلونه، كهذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. اشتد الحكم شيئا، فلما كان للمسلمين دولة وقوة قال: قاتلوهم كافة، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فكان الجهاد والقتل، وهذا الحكم عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. وذلك لما ضايقوا آذوا عند الكعبة قال: معشر قريش بعثت بالذبح، وأشار بيده، لكن ليس الآن، العفو والصفح والصبر، والله يدفع حتى جاء وقته. وهذا تستفيد منه في دعوتك وفي معاملتك مع الأعداء، فإن الأعداء مكره وظلمه وفجره بين كافر برب العالمين وبين منافق ومبتدع حاقد أو فاجر لا مبالاة له بدين الله، فكيف تتعامل معه؟ بالشرع. فإنك إذا لم توفق لمنهج النبوة في الدعوة إلى الله عز وجل ما رحموك، ما رحمك أهل البدع. ولذلك غالبا ما يكون صيد أهل الباطل من جهل منهج الدعوة الحقة، وأعظم هؤلاء من كان متحمسا، فإن هذا يفرح به العدو، يصادمه حتى يضيق عليه حياته، فما هي إلا أيام وإذا بذلك الداعية إما ترك استقامته وإما انبطح تحت أقدامهم وصار منهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وإما اعتزل بنفسه يحافظ على نفسه فحسب. وفي كلا الأحوال المبتدع أو العدو مرتاح مستفيد، لكن لما تسير على منهاج النبوة الحق ما يستطيع لك أصحاب الباطل أبدا، لا يستطيعون في الإضرار بك ودينك ومنهجك واستقامتك وحياتك، ولا يستطيعون لك في مجتمعك، فإن المجتمع لك، لأن هذا وعد من الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامك. لكن إذا مشيت على المنهج الدعوي منهج النبوة هذا وعد. إذن الناس لك، ليسوا لأهل البدع، ليس لأهل البدع إلا أمثالهم، أما المجتمع فهو لك. لماذا؟ لأن هذا دين الله عز وجل. فإذا وثق الداعي إلى الله بالله وسلك منهج النبوة في الدعوة ما يستطيع له العدو وإن ابتلي. فإذا حكم عقله أو عواطفه أو أخذ قواعد عامة وحاول تطبيقها من غير فقه لمنازلها ومواقعها تجد العدو منه مستفيد. إذا لم يضرك في دينك واستقامتك حجمك وجعلك في معزل عن الناس. إذا لم يزهق روحك ويسلط أفجر منه عليك ربما يقتلونك أو غير ذلك والعياذ بالله. فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعد الكعبة على قواعد إبراهيم، والدولة الإسلامية قامت وقد صاولت الشرق والغرب وصلت إلى الشام، ومع ذلك لم يبني الكعبة على قواعد إبراهيم. وهو يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين ولأنفقت كنزها في سبيل الله. غير موفق الذي يريد أن يجعل الدعوة في يوم أو في سنة كل أمور الدعوة، لا، الدعوة حياة عمر. مات النبي صلى الله عليه وسلم وخلف المن بعد يواصل، وأنت أدعو على المنهج الصحيح يسير، فإن أطال الله في حياته الحمد لله ستحقق كل ما أراد الله عز وجل لعباده من الهدى والخير والعلم.
وجل. وإن قصر العمر ورحت جاء غيرك وواصل المسير في الدعوة إلى الله عز وجل. لا تكن حجر عثرة أنت أمام من أراد الخير والسنة بتصرفك وعملك. لا تكن معولا في يد العدو يضرب بك الخير، لا، إثمك أكثر من أجرك. ربما وقعت في محرم أو في مكروه أو في غير ذلك. انظر كم في الشريعة من مواقف جاءت في هذا الباب في بيان منهج النبوة في الدعوة. في الصوم أول ما بدأ يوم واحد، أول ما فرض يوم عاشوراء، ثم فرض رمضان شهر بالتخيير، إن شئت صمت وإن شئت أطعمت، فرسخ في قلوب الناس أن هذه فريضة وأنهم مخيرون. فلما رسخت في قلوب الناس جاء الأمر بالصيام دون الإفطار والإطعام. الخمر كيف بدأ؟ بالمفاسد، ثم بالنهي عنه وقت الصلاة وإباحته فيما عدا ذلك، ثم النهي مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. انظر، مع أن كلها أركان دين، ما في واحد مثلا مستحب عمل مستحب، كلها أركان دين. لكن إن أطاعوك للشهادتين فأخبرهم بالصلاة، إن أطاعوا الصلاة فأخبرهم بالزكاة إلى غير ذلك. فهذا الناس ألفوا شرا فيحتاجون إلى كيف الطريق لتبغيض الشر إليهم قبل بعدهم عنه. إنسان يحب الشيء كيف تبعده منه؟ أول بغض له الشر، أول فهمه أن هذا شر. أنت لا تنظر أيها الداعية لي ولك ولأمثالنا ثم تريد ما تفرضه علينا تفرضه على من؟ على المجتمع، أو ما أفهمه أنا وأنت يفهمه المجتمع. غير صحيح، غير صحيح هذا. فالأمر العام بحسبه وما كان بالخاص بحسبه مقداره. هنا تنجح دعوتك. الدعوة إلى الله هي دين تحتاج إلى اتباع، كالصلاة تحتاج إلى اتباع، كل العبادة تحتاج إلى اتباع، مرسومة من عند الله ورسوله. فالدعوة كذلك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن المسألة اتباع في كل مجال. ولذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى أين وصل. أحيانا يجعل الله البركة في شخص، يكون 10 علماء 20 عالما من الراسخين، يجعل الله البركة في واحد أكثر من الجميع فيقوم خير على يده ونصرة لدين الله عظيمة. وهكذا في الدعاة وهكذا في غيرهم، لما بينه وبين الله ولسلوك الطريق الصحيح وغير ذلك مما شاءه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يهيئ من شاء لما شاء سبحانه. لا تدري أنت الآن ما مستقبلك وما الذي قد كتبه الله لك وهيأك الله له، ما تدري. فأنت أقبل على الخير وتفقه في دين الله وكن غيورا على دين الله وادعو إلى الله وتفقه في الدعوة إلى الله وامشي. لا تدري ما الذي يجريه الله على يديك من النفع والخير. بعضهم أشبه عوام، عرف التوحيد وعرف السنة ففتح الله على يديه مديريات، وبعضهم على مستوى من العلم ما فتح الله على يديه حتى أسرته أهل بيته. الأمر لله، أنت أقبل وادعو وتفقه واسلك المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله. لا يؤزك متحمس ولا يثبطك مميع، لا، أنت عندك منهج. لو يجتمع من في الأرض يهزك ما يهزونك، تسير على مسار صحيح راسخ فيه تعبد الله. الآن لو أنك تصلي الضحى جاء إنسان قال لك بدعة أو صليها كذا أو افعل كذا، أنت تقبل منه؟ ما تقبل منه، لأنك فقهتها فقها صحيحا. وهكذا في كل مجال، تفقه أولا في الشيء ثم اعمله، فإن عملته ما أحد يضرك ولا يهزك فيه أبدا. لكن اعمل وأنت على جهة، هذا يشككك وهذا يشككك حتى تضيع في الطريق. لا. ولذلك ماذا قال الله؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. انظر النبي كيف صبر. أحيانا العدو يحرقك، أهل البدع يحرقونك ويوجعونك، لكن تصبر. أنت تريد أن تفعل شيئا لكن لا تستجيزه لأن فيه مضرة. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل بعمار وبسمية وهو لا يستطيع أن يدفع عنهم شيئا، بل يأتي الأسير في صلح الحديبية، يأتي الهارب من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعيده إليهم وهو مكبل بالحديد. كيف هذا على قلبه صلى الله عليه وسلم وعلى قلوب الصحابة حتى يأتي الله بأمره، فجاء الله بالفرج. لا شك أنك تجد أشياء توجعك لكن تصبر، ولربك فاصبر. فالنبي صبر في مكة وهم يخنقونه وهم يضعون سل الجزور وهم يريدون إعدامه، والصحابة ينظرون ويسمعون، وهكذا حتى مكن الله. فلله الحمد والمنة.